أصدقائي الرياضيين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بأن أستضيفكم في هذه الإطلالة التلفزيونية على موقع المنتخب تيفي وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. سعيد أن أرحب بكم في هذه الإطلالة الجديدة المواكبة بطبيعة الحال لفعاليات كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة، اللي كيشهد مشاركة زوج ديال الأندية المغربية. بالأمس كنا مع نادي الوداد الرياضي اللي لعب المباراه ديالو الاولى امام نادي السد القطري وانهاها متعادلا بصفر لمثله. وقلنا وقتها على ان النقطه ثمينه جدا والتعادل بطعم انتصار، اعتبارا الى ان فريق الوداد لعب قرابه 66 دقيقه محروم من لاعب واحد بعد طرد لاعبه وعميده يحيى جبران. اليوم كان عندنا موعد جديد مع مباراه مختلفه في طقوسها، مختلفه في طبيعتها بطبيعه الحال، لانها غتجمع بين فريقين مغربيين، بين فريقين كيتسيدوا المشهد الكروي لا في المغرب ولا في الجزائر. الامر يتعلق بنادي الرجاء الرياضي حامل اللقب ديال كاس محمد السادس للانديه العربيه الابطال، ونادي شباب بلوزداد الجزائري اللي قدم الى هذه البطوله برهانه كبيره جدا من اجل المنافسه على اللقب. اذا فريقان مغاربيان، مواجهه عربيه بتوابل مغاربيه، وعودتنا الاصطدامات الكرويه ما بين المغرب والجزائر، بين المغرب وتونس، ما بين المغرب والدول المغاربيه بشكل عام. عودتنا على انه كتكون هناك اثاره كبيره، كيكون هناك تحفظ، كيكون هناك تشابه على مستوى اساليب اللعب، كيكون هناك ايضا احتياط وصرامه، ولربما بعض المرات كتجي المباريات تكتيكيه اكثر من اللازم، ما كتخليش مساحات كثيره للفرجه. فريق الرجاء كلنا يعرف على انه جاء الى هذه البطوله ولا يعتمد على اي من اللاعبين اللي تم جلبهم في الفتره الاخيره، لسبب بسيط، هو ان الرجاء الى غايه الان محظور عليه انه يقوم بتعاقدات، يمكن ينجز انتدابات ولكن ما كيسجلش التعاقدات ديالو، بمعنى ان اللاعبين غير مقيدين في اللوائح، وبالتالي كل لاعب غير مقيد في اللوائح لن يسمح له بالمشاركه في هذه البطوله العربيه. فاذا الرجاء مشى بالعناصر المتاحه ليه، بالعناصر اللي ممكن يعتمد عليها اليوم، واللي هي من العناصر اللي تعودت انها تلعب مع فريق الرجاء الرياضي. بطبيعه الحال المدرب زين باور قرر في هذه المباراه على انه يلعب بطبيعه الحال بتشكيله اللي كانت كتبدو له على انها الانسب لمواجهه فريق قوي مثل شباب بلوزداد. اعتمد في حراسه المرمى على انس الزنيتي، اعتمد في الرواقين الايمن والايسر على كل من بن تايك، وايضا في وسط الدفاع اعتمد على لاعب مقدم، وايضا على عراسي، واعتمد ايضا على بن تايك في الرواق الايسر. اما وسط الميدان غادي يعتمد على ثلاثه ديال اللاعبين، وهنا فين غادي نوضعوا الكثير من الاسئله الاستفهاميه. ثلاثه ديال اللاعبين بدا وعلى انهم كلهم عندهم خاصيات دفاعيه، لاعبين ديال الارتداد اكثر ما هما لاعبين ديال البناء. غادي يعتمد على اهولو، غيعتمد على مكعزي وعلى الوردي كثلاثه لاعبين. امامهم غادي يلعب بثلاثه ديال اللاعبين اخرين مهاجمين بطبيعه الحال، اللي هما المهاجم ماي، اللي هما بوزوق، واللي هما ايضا اللاعب سي محمد زريده. ثلاثه ديال اللاعبين مهاجمين، وكنا يعرف على انه استحاله على محمد زريده انه يلعب في الجهه اليمنى من يعني يلعب في الرواق الايمن، في حين ان بوزوق كيلعب عاده في الرواق الايسر، وهذا هو المكان المفضل لديه والمكان اللي كيبدع فيه دائما. اذا بهذه التشكيله اللي كتبدو في الواقع لانها 4-3-3، كيمكن تعطي الانطباع على انها تكون 4-4-2، لان يمكن زريده ينضم الى رباعي وسط الميدان، خلتنا تعطتنا الانطباع على اننا اكثرنا من لاعبين على مستوى الوسط ديال الارتداد، ويغيب على هذه التشكيله لاعب وسط ميدان محوري عنده القدره على تفعيل الهجمات وعنده القدره على تفعيل البناء الهجومي. ماذا سيحصل في المباراه؟ الفريق الرجاء ما دخلش للمباراه بشكل جيد،
غادي تلقى هدف غادر من كرة ثابتة، وما أكثر من نستقبل كأندية مغربية في منافسات إفريقية عربية أهدافا من كرة ثابتة. ولطالما حذرنا من هذا الأمر وقلنا على أن من الضروري أننا نشتغلوا عليه، لأن اللاعبين ديالنا غالبا ما لا يتدربون كثيرا على العملية ديال حراسة المنطقة، على الحراسة اللاصقة، خاصة عند التنفيذ المنافس للكرات الثابتة أو للكرات المقوسة أو العرضيات سواء من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. ماذا حدث؟ حدث أنه في الدقيقة العاشرة فريق الرجاء غادي يستقبل هدف، وغادي يكون عليه بالأساس أنه يرجع سريعا في المباراة حتى لا يعطي ثقة أكثر لشباب بلوزداد باش يدعم هذاك التفوق ديالو أو التقدم ديالو بأهداف أخرى. ماذا رأينا بعد الدقيقة العاشرة؟ رأينا على أن الرجاء يستحوذ، على أن الرجاء يمتلك الكرة، على أن الرجاء هو المبادر، ولكن غابت يعني ديك اللمسة الأخيرة، اللمسة الختامية اللي كتوضع أجمل الخواتم للجمل الهجومية اللي كتبنى. ولو أنني كنت دائما وما زلت عند رايي ان الثلاثي ديال خط الوسط ما عطاناش حلول هجوميه كثيره جدا اللي يمكن تساعد الفريق على انه يبلور الامكانيات ديالو ويعطي للرجاء القدره على انه يرجع في النتيجه. كان فريق الرجاء يحتكر الكره، كان فريق الرجاء يمتلك الكره، كان فريق الرجاء كيبني الهجمات. وفريق شباب بلوزداد رضي بان يلعب ببلوك تقريبا ان بلوك ميديان، وحتى احيانا كيلعب ببلوك متاخر كثير باش كيحمي المنطقه ديالو. ولكن بدا وكان الهجومات ديال الرجاء البيضاوي شفافه كثير وما عندهاش القدره والفاعليه باش تخترق الدفاع المتين ديال نادي شباب بلوزداد الجزائري. وكنا نتوقع والشوط الاول يسير نحو نهايته على انه مع بدايه الجوله الثانيه غيكون هناك واحد المتغير تكتيكي واضح جدا، هو اننا نكتفيو باللعب بجوج ديال اللاعبين استرجاعيين، اهولو ومكعزي او اهولو والوردي، ونستعيد عن ذلك بلاعب اخر. لماذا لا نرجعوا زريده باش يولي في دور اللاعب اللي كيوقف وراء المهاجمين، ونزيدوا في الجناح الايمن لاعبين ممتازين مثل مثلا نوفل الزرهوني او غيره من اللاعبين اللي كيتقنوا اللعب، او رحيمي كمهاجم اوسط اللي كيلعبوا على الاجنحه. ماذا حدث؟ اللي حدث قبل 3 دقائق، المدرب زين باور كيفاجئنا جميعا من انه كيسحب من المباراه المهاجم اكسيل مايي وتعوضوا بلاعب اخر. ما عرفتش انا الجدوى من هذا التغيير، لانه في الواقع انك كتحيد راس حربه وانت تحتاج الى قوه هجوميه ضاربه اللي تستطيع انك ترجعك في المباراه. على كل حال تنتهي الشوط الاول بتاخر فريق الرجاء مع العوده الى الجوله الثانيه الى المباراه. الرجاء ايضا غادي يمشي على نفس الوتيره، ولكن هذه المره مع دخول لاعبين اخرين مثل نوفل الزرهوني ولاعبين اخرين. كنظن على انه كيفنا المنظومه ديال اللعب واصبحت عندها طابع هجومي ولكن بادوات هجوميه. الشيء اللي عطى للرجاء انه يتحصل على ضربه جزاء، منها سجل بوزوق الهدف ديال التعادل. من حسن الحظ ان نادي شباب بلوزداد اللي تحصل هو ايضا على ضربه جزاء ما حسنش التعامل معها، وخلى ان الفريق الجزائري ما يعاودش يرجع مجددا في النتيجه ويتقدم عفوا ويتقدم على فريق الرجاء. بقات الامور ماشيه في هذا الاطار، ولكن شعرنا بالفعل على انه بعد هذه التغييرات اللي تقامت، يعني بعد ما صبح نوفل الزرهوني في الجهه اليمنى، بعد ما صبح ايضا رحيمي كراس حربه، بعد ما صبح بقى بوزوق في الجهه اليمنى، وجا وراهم لاعب زريده وجوج ديال اللاعبين استرجاعيين. انذاك انا كنعتقد على انه وكان منظومه اللعب تايرات كثير، بمعنى انه تهوات بشكل كبير جدا وصبحت عندها نجاعه على مستوى الهجوم. وهنا غنشوفوا بان فريق الرجاء واصل ثقته بامكانياته في تحقيق الهدف ديال الفوز، وما اغلى لانه لما كتفوز بمباراه افتتاحيه كتوضع 3 نقاط الاولى في الجيب ديالك، كتكون
كانك قطعت خطوات كبيره نحو الدور الثاني. انتظرنا هذا الهدف لان كنا كنشتموه من خلال السيطره المطلقه لفريق الرجاء، والتراجع الكامل لشباب بلوزداد اللي شعرنا على انه عانى كثير على المستوى البدني، ما استطاعش يجاري المباراه من 90 دقيقه، وبالتالي كان علينا ان ننتظر الدقه 90 او الدقه الرابعه من وقت بدل الضائع، لما كان هناك هجوم جميل جدا دائما من طرف المشاغب الجميل بوزوق اللي كيتلعب بالدفاع الجزائري وكيرسل كره في العمق كترتد من الدفاع الجزائري كتوصل الى اللاعب عراسي اللي ينزل من منطقه الدفاع باش يدعم المهاجمين كيتمكن من تسجيل الهدف، الا انه تفاجئنا وحكم المساعد كيرفع الرايه ديالو اعلانا على ان عراسي كان متسللا عند تسجيل الهدف، لكن حكم المباراه العراقي غادي ينتظر باشاره من غرفه الفار على ان كاين هناك بحث وتقصي في هذا الهدف، واش هو هدف صحيح او هدف يستحق ان يلغى، بعد قراءه وبعد استعمال ما يسمى بالخط الالي الوهمي اللي بدا به الاشتغال واللي طبقوه الاتحاد العربي لكره القدم في هذه المسابقه. هذا شيء جميل جدا، اتضح على ان عراسي ما كانش تماما في وضعيه التسلل عندما اودع الكره في مرمى شباب بلوزداد، وبالتالي احتسب الهدف وتقدم الرجاء وحقق ما كنا نتمناه، ريمونتادا جميله، ريمونتادا رائعه جدا بها كسب المباراه لانه نجح في انه يجاري الدقائق المتبقيه وتمكن من انه يحسم نتيجه المباراه بتحقيقه لفوز غالي وثمين. انا كنقول فوز غالي وثمين اولا لانه تحقق في مباراه مغاربيه، وما اصعب المباريات المغاربيه، مراسها قوي جدا، الشفرات التكتيكيه ديالها صعبه مستحيله ايضا على الحل، لانه تنتصر في مباراه كهذه على فريق مثل شباب الوزاد. انا اعتقد على ان 3 نقاط غاليه جدا، يضاف الى ذلك كله على ان الرجاء يلعب بمن حضر، بمعنى انه لم يكن لديه الامكانيه لتوظيف اللاعبين الجيدين الذين تم انتدابهم خلال الميركاتو الصيفي، ولا اظن على انه غادي يستعمل اي منهم في هذه المنافسه العربيه، الا اذا مثلا سمحت الجامعه الملكيه المغربيه بذلك. اذا فريق الرجاء كيحصل على 3 ديال النقاط، كيدخل بشكل جيد لهذه البطوله اللي نذكر على انها بطوله غتكون بلا شك من اقوى البطولات اللي عرفتها المنافسات العربيه على اختلاف نسخها، على اختلاف مسمياتها. لماذا؟ لانه الانديه المتواجده في هذه البطوله من عرب افريقيا وعرب اسيا انديه قويه جدا، انديه متمرسه، انديه لها صيت كبير جدا، انديه توجد قاريا وعربيا كل في منطقته. ثم لا ننسى ايضا على ان الانديه الخليجيه تتمتع بقدره رهيبه على تحقيق انتدابات كبيره وكبيره جدا. يكفي نقول لكم على انه مثلا نادي السد لوجه الوداد وصلت قيمه الانتدابات ديالو الى 25 مليون دولار. هذا الرقم يفوق كثيرا ما انفقه نادي الهلال السعودي، ما انفقه نادي النصر السعودي، ما انفقه نادي اتحاد جده السعودي، اللي جلبوا اليهم نجوم كبار هما اللي كيخليو ان هذه البطوله ما كتكونش متابعه فقط من الجماهير العربيه، من الجماهير المناصره للانديه 16 المشاركه، ولكن متابعه من طرف جماهير كبيره حول العالم، لان هناك نجوم يعشقهم الناس في كل مكان في القارات الخمس. يكفي نذكر كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي، كريستيانو رونالدو، كوليبالي، ايضا مجيء لاعب مثل رياض محرز، ولو انه الاهلي السعودي غير موجود، ساديو ماني القريب جدا لاعب سنغالي، الجوهره ديال كره القدم السنغاليه اصبح قريبا جدا من نادي النصر السعودي. اذا لاعبين وازنين كيخليو ان هذه البطوله تكون متابعه
من طرف العديد من الجماهير، وأيضا متابعة من طرف العديد من المراقبين، من المحللين ديال الأداء، وأيضا من المستكشفين للمواهب الكروية. فإذا فوز الرجاء فوز استراتيجي، 3 نقاط كيوضعها في الخانة ديالو، وينتظر مباراته القادمة إن شاء الله يوم الاثنين القادم. غادي يلعب أمام نادي الكويت الكويتي اللي واجه يعني الجولة الأولى من دور المجموعات في المجموعة الرابعة، واجه نادي الوحدة الإماراتي اللي كنذكروا أنه هو اللي أقصى الجيش الملكي في الدور التمهيدي الثاني والأخير، لما تعادل معه بالرباط وفاز عليه بأبو ظبي بثلاثية نظيفة. إذا مباريات قوية ما زال كتنتظر فريق الرجاء، ولكن من شأن هذه النقاط الثلاث اللي حققها الرجاء على أنه إذا نجح في الفوز يوم الاثنين القادم إن شاء الله على نادي الكويت الكويتي، غادي يكون ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، وهو ما نتمناه لسفيري وممثلي كرة القدم الوطنية. برغم، ونقولها أمانة وصدقا، على أنه الناديين المغربيين، على أن الناديين المغربيين الوداد والرجاء يلعبان هذه البطولة بقيمتها، بحوافزها، بجوائزها، وأيضا بقوة الأندية المشاركة فيها. كيلعب يعني في ظروف يمكن نقول صعبة وصعبة للغاية. لاعبين ما ارتاحوش، ما خداوش عطل، بالعكس ما استعدوش حتى الاستعداد لهذه البطولة. فلا بد أننا نلتمس العذر لهم فيما نشاهده أحيانا من إسفاف تكتيكي، وما نشاهده أحيانا من خروج عن النص، ما نشاهده أحيانا من أخطاء على مستوى التركيز. يعذرون، ولكن عندما تحضر النتيجة أعتقد على أننا يجب أن نتجاوز عنهم، ونتمنى لهم حظ سعيد. حظ سعيد إذن للرجاء الرياضي في مباراته القادمة أمام الكويت الكويتي يوم الاثنين القادم. أيضا نتمنى حظ سعيد لفريق الوداد الرياضي الذي سيواجه يوم الأحد بمشيئة الله نادي أهلي طرابلس، الذي أحدث، ويمكن نقول لكم مفاجأة من العيار الثقيل، وهو يكره الهلال السعودي بنجومه بأساطيره، يكرهه على التعادل السلبي. وبذلك كانت مجموعة الوداد مجموعة بيضاء في جولتها الأولى. الوداد يتعادل من دون أهداف مع السد القطري، وأهلي طرابلس يتعادل من دون أهداف أمام الهلال السعودي. المباراة القادمة إن شاء الله ديال الوداد غتكون أمام أهلي طرابلس. نتمناو خلالها أن الوداد يحقق الفوز ويضمن أول 3 نقاط، ويوصل إلى النقطة الرابعة باش تقوى أيضا حظوظه في الانتقال إلى الدور الموالي، إلى الدور ربع النهائي لأغلى وأجمل وأثمن وأقوى البطولات، النسخ ديال البطولات العربية على مستوى النوادي. إلى أن ألقاكم في فرصة قادمة بحول الله لنواصل تحليلاتنا للحضور المغربي في فعاليات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. أتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات. تبقوا على خير وإلى اللقاء.